يبدأ الفيلم بكيل وهو بيصطاد سمك مع أبوه في النهر، وبعد ما بيخلصوا صيد بيركبوا العربية علشان يروحوا على البيت. وفي الطريق بيتصل كيل بأمه وهو سايق وبيقول لها إنهم خلصوا وراجعين. بعدها بيدي التليفون لأبوه علشان يتكلم مع أمه. فجأة كيل بيبص لأبوه بيتفاجئ بعربية واقفة على الطريق وبيصطدم بيها. تيجي عربية تانية بسرعة عالية وبتخبطهم، وبيموت أبو كيل. وبيطلع كيل من الحادثة سليم، لكن بيكون حزين على أبوه اللي مات، وبيكون عنده إحساس بالذنب بإن هو السبب في موته. وبعد مرور سنة بيكون كيل في المدرسة ونايم أثناء الحصة، فبيستفزه المدرس وبيضربه كيل، وبيتطور الموضوع لحد ما بيوصل للمحكمة. وبيتعاطف القاضي مع كيل ومع ظروف موت أبوه، فبيديله 3 شهور إقامة جبرية في البيت. نفذ الشرطة الحكم وبيركبوا الكيل جهاز تتبع، وبيقولوا له إنه لو عدى حدود البيت والجنينة هيلاقي الشرطة فورا عنده، وساعتها هينفذ الحكم في السجن. بيقضي كيل وقته كله في البيت وبيبدأ يتأقلم مع وضعه الجديد. وفي يوم بيشوف كيل جيران جداد سكنوا جنبيهم، وبيشوف كيل جارته الجديدة وهي راجعة من بره، فبيجري بسرعة على البيت علشان يراقبها بالمنظار من ورا الشباك. يجي الكيل صديقه علشان يزوره، وبيوريه كيل جارته الجديدة أشلي وهي بتعوم. وبيحاول كيل في يوم إنه يلفت انتباه أشلي، فبيستناه وهي راجعة وبيعمل نفسه مش عارف يجيب الجوابات من صندوق البريد اللي بره البيت. وبتروح لأشلي علشان تساعده وبيتعرفوا على بعض. وفي يوم بيكون كيل قاعد بيتفرج على التلفزيون، وبيسمع خبر عن بنت مخطوفة، وإن اللي خطفها خدها في عربية موستنج زرقاء وفيها علامة مميزة وهي إنها مخبوطة في الرفرف اللي قدام. بيسمع كيل صوت عربية داخلة في بيت جاره، وبيبص من الشباك وبيتفاجئ إن العربية نفس مواصفات العربية اللي شافها، وكمان فيها خبطة في الرفرف اللي قدام، فبيشك إن جاره هو اللي خاطف البنت. فبيبدأ كيل إنه يراقب روبرت جاره، وبيرن جرس الباب، ولما بيفتح كيل بيلاقي أشلي جارته، وبيكون عنده صديقه روني. وبتدخل أشلي وبتطلع أوضة كيل وبتمسك المنظار بتبص على بيتها، وبتعرف إن كيل كاشف كل تفاصيل البيت وبالذات أوضتها. وعلشان ينقذوا صديقه روني بيضطر إنه يحكي لأشلي حكاية جارهم روبرت، وإنه شاكين إنه هو سفاح وبيخطف الستات. وبتاخد أشلي المنظار بتبص على بيت روبرت، بتشوفه هو خارج بعربية بس ما فيهاش خبطة في الرفرف زي ما هما بيقولوا، وبتتهمهم أشلي بانهم بيضحكوا عليها علشان يداروا على مراقبتهم ليها. وبيرجع كيل وبيكمل مراقبته لبيت روبرت، وبيشوف الست وهي بتصرخ وعايزه تهرب من البيت وروبرت بيمنعها. وبيبدا كيل انه يصور اللي بيحصل بالكاميرا، لكنه بيغلط وبيدوس على الفلاش وبيحس ان روبرت شافه فبيستخبى. بعدها بيقوم كيل وبيكون عايز يعرف الست راحت فين، وبيكون روبرت واقف وبيبص له. فجأة بيسمع كيل صوت عربية وبيلاقي الست خارجة من بيت روبرت وبتركب العربية. وفي اليوم التاني بيتفاجئ كيل بروبرت جوه البيت عندهم، وبتدخل امه وراه وبتقول له ان روبرت جارهم قابلها ووصلها لان عربياتهم عطلت. بس كيل بيكون متضايق من وجود روبرت عندهم في البيت. بعدها بيشوف روبرت بيجر اكياس جوه الجراج، فبيشكوا ان روبرت اكيد قتل ست. وبيعملوا خطه وبيراقبوا روبرت وهو في الماركت، وبتراقبوا اشلي وهي على اتصال بكيل اللي بيكون في الجراج بتاع روبرت وبيفتش عربيته. وفجأة بتتخبط أشلي في واحدة وبيقع منها الموبايل، وبيتقفل الاتصال بينها وبين كيل. وبتبص ما بتلاقيش روبرت، فبتتصل بكيل بسرعة وبتقول له إن روبرت أكيد خرج وأكيد جاي على البيت، وبتروح علشان تركب عربيتها. وبتتفاجئ أشلي بروبرت قدامها، وبيسحب منها مفتاح العربية علشان ما تهربش. بيقول لها روبرت إنه عارف إنهم بيراقبوه وإن دي حاجة بتضايقه، وبيطلب منها إنها تقول نفس الكلام لأصحابها. بعدها بيدور لها العربية بالمفتاح وبيسيبها وبيمشي. وبيروح دوتر سيرلوني وبيطلب منه انهم يفتشوا بيته، لكن لما بيفتحوا الكيس بيلاقوا فيه غسالة ميتة. وبتقول الشرطة لأم كيل ان دي تاني جريمة لكيل لانه اقتحم بيت روبرت. وبتروح ام كيل لبيت روبرت علشان تشكره لانه اتنازل، وبتحكي له ظروف ابنها. وبيجي روني الكيل وبيسيب له الفلاشة اللي عليها التصوير اللي صوروه، وبيتفرج كيل على التصوير وبيشوف شباك التكييف وباين من وراه جثة. وفي الوقت ده بيكون روبرت ضرب ام كيل وخطفها. بعدها بيتفاجئ كيل بروبرت في البيت وبيضرب روني. بعدها بيطلع على اوضه كيل وبيهجم عليه، وبيجري كيل بره البيت علشان يعدي حدوده والجهاز ينور والشرطه تيجي، لكن روبرت بيمنعه وبيضربه لحد ما بيغمى عليه. بعدها بيطلع بيه لاوضته وبيقول له ان الشرطه عارفه ان كيل مجرم، علشان كده هو مرتب له جريمه وهيكتبه اعتراف بانه قتل روني صاحبه، وكمان قتل امه لانها كل شويه بتلومه على موت ابوه. وبيوصل دوترز وبيدخل بيت روبرت، وبيظهر روبرت من وراه وبيقتله. وبيكون كيل وصل لباب سري بينزله لسرداب مليان جثث، وبيلاقي امه مربوطه وبيفكها بسرعه، لكن روبرت بيوصل وبيهجم عليهم وبيقاوموا كيل وامه،
وبيقدروا انهم يقضوا عليه. وبكده بيكون كيل قدر انه يكشف حكاية روبرت السفاح، وبياخد اعفاء من باقي مدة الحكم، وبتكون اشلي مستنياه، وبيكون روني لسه عايش وبيصورهم. ولحد هنا بينتهي الفيلم. ما تنساش تشترك في القناة علشان تتابع كل ملخصاتنا، ونشوفكم الفيلم الجاي.